السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم بارك لنا في العلم الذي نقدمه، ونجنا من فتن الدنيا، وبارك لنا في عقولنا وجمعتنا هذه، يا الله يا رحمن. والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الآن يا إخوتي سنبدأ. طبعا سيكون درسنا الأول لشحن طاقة جسد الزهريين، وينفع أيضا الإنسان العادي، فكل إنسان لديه جسد روحي. ركزوا معي جيدا يا إخوتي الزهريين، سنبدأ شحن أجسادكم من الكون، من طاقة الكون العظيمة، وأنا معكم. هيا بنا. شروط بداية الدرس: أولا، نكون على وضوء تام. ثانيا، نصلي ركعتين لله. ثالثا، نقرأ سورة البروج بنية التحصين، وأيضا آية الكرسي قبل أن نبدأ 3 مرات. ملاحظة: إخوتي الكرام، الأفضل أن يكون الزهري جسده نظيفا قليلا من العوارض والسحر، أو أن يكون ملتزما وجسده متشبعا بذكر الله. فإن لم يكن كذلك وكان جسدك به عوارض، فقبل بدء الدرس وبعد تنفيذ شروط الدرس تحضر إناء كبيرا من الماء، وتقرأ عليه سورة الصفات مرة واحدة، وسورة النحل مرة واحدة، وسورة ص مرة واحدة، ثم تشرب 3 أكواب من الماء الذي قرأت عليه، وما تبقى تغتسل به اغتسال الجنابة. طبعا تكرر ذلك قبل بداية كل مرة تريد تطبيق هذا الدرس. انتهينا من الملاحظة أحبائي، والآن ركزوا معي. بعد الانتهاء من شروط الدرس نكون بملابس فضفاضة، والأفضل الملابس البيضاء أو ذات اللون السماوي الأزرق. نجلس جلسة السنة على الركبتين، وكف اليدين مشبوكان معا باتجاه القبلة يا إخوتي، ويكون ظهرنا مستقيما لا انحناء فيه، ونغمض أعيننا، ونفتح أفواهنا بشكل خفيف، ونقول الله الله، مع مد لفظ الجلالة هكذا: الله ويخرج الصوت من جوفنا. هنا تبدأ مرحلة استقبال الطاقة. استقبال الطاقة: هنا نتخيل أن جسدنا مظلم بالسواد، وطبعا تكون أعيننا مغمضة، ونتخيل دوامة تظهر في وسط السماء، دوامة من نور تدور، وينزل منها عمود من النور، ويدخل إلى فمنا بهدوء وببطء، وهذا نور ممزوج بكهرباء نقية زرقاء، ويملأ جسدنا من الداخل ابتداء من الأقدام، ويملأه ببطء شديد، ونسترخي ونردد الله مع المد